العفو دكتور. تفضل أكرم. أعتقد من هاي الزاوية إجا تقديسهم للرقم 7. تمام ومضبوط. ولهذا جعلوا من أيام الأسبوع 7. هذا الكلام مضبوط. دكتور أكو أسطورة عربية أتذكر تتحدث عن أسماء الكواكب وأماكنها وعلاقتها مع بعض. نعم، أكو قصة مشهورة تتحدث عن علاقة النجوم والفلك في تاريخ العرب، وممكن في محاضرة قادمة إن شاء الله نتناول هذا الموضوع وهذه القصة. كبرى هاي صديقتي اللي شفتها، سعاد بنت أكبر تاجر. أدري. أكو أحد ما يعرف فؤاد علوان؟ مين تعرفه؟ طبعا أكرم إبراهيم علوان. وفؤاد علوان. ليش هالقطيعة بينكم وبين بيت عمك؟ هذا موضوع اسألي بيه خالتك ونشوف هالمناظر يعني. يا هل أكرم؟ بل يا عمي. العفو، أنا ما أريد أخذ من وقتك. لا خليك براحتك، ولو تعذرنا حتى شاي ما عندنا. أشكرك عمي. عمي إذا على موضوع البستان فلا تتعب روحك، أنا اشتريت البستان من أبوك وعندي أوراق رسمية. صحيح عمي، معلوم عندك أوراق، لكن أبوي ما قبض منك فلس واحد، تنازل لك عن البستان لأنك أخوه. المهم هو تنازل، وشغلة الفلوس إذا جاي عليها، يعني قصدي إذا محتاج فلوس أنطيك. لا عمي أشكرك، أنا الحمد لله مستورة ووضعي كل زين. المطلوب مني شنو؟ المطلوب عمي أنت تعرفه، أني وأمي وفضيلة حقنا بالبستان أريده. عمي يا بستان يا حق. هذا نسخة، الأصل عندي. بهاي الورقة مثبت تنازل أبوي عن حصته بالبستان لمدة 20 سنة فقط. القانون موجود عمي. وأنا أقول لك ما تقدر. أشكرك عمي. راح. ألو. هلا هذا مو عصبي، لا هو هذا ابن اخوي سوانع، اريد البستان. ناس بطرانه. تردين البستان؟ اتنازلش والله هسه.